النهارده هاحكي لكم قصة جميلة جدًا، جدًا. قصة أغنية على قد الشوق بتاعة عبد الحليم حافظ. الغنوة دي ليها قصة الحقيقة ممتعة جدًا، جدًا. لمّا سمعتها حبيت أقول لكم عليها. المؤلف بتاع الغنوة كان على خلاف مع زوجته، اتخانق معاها. فجه هو في يوم دخل المكتب بتاعه وقفل على نفسه الباب وعايز يقعد يألف أغنية، وللأسف ما كانش في دماغه حاجة معينة أو مطلع غنوة معينة. فمراته حبت تصالحه في زمن الرومانسية الجميل، في زمن الحب والإخلاص يا جماعة. حبت تصالحه، طب هتصالحه إزاي؟ عملت له قهوة وراحت خبطت على باب المكتب ودخلت له بالصينية عليها القهوة وقالت له إيه؟ على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم. قال لها بس هو ده مطلع الغنوة. وألف من ساعتها تحفة فنية بكل المقاييس اسمها على قد الشوق.